السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هجرب معاكم ترند كان عليه ضجة الفترة اللي فاتت، فقررت اجربه واشوف هل فعلا يستاهل كل الضجة دي. هتشوفوا كل التفاصيل عن الوصفة، والنتيجة النهائية هتفاجئكم. وصفة النهاردة هي كريب البيتزا او البيتزا السايلة زي ما بيسموها. لو انتم مهتمين وحابين تجربوها تابعوا معايا الفيديو للاخر، فيه خطوات مهمة لازم تشوفوها. يلا بينا نبدأ وصفتنا ونشوف حضرناها ازاي. واول خطوه معايا في تحضير وصفتنا النهارده الحشوه. هنحضر للحشوه، وللحشوه بحتاج خضار مشكل، معايا فلفل الوان، انا استخدمت عدد واحد من كل لون. بشيل البذر بالشكل ده وبقطعه مكعبات صغيره. تقدري تستخدمي لون واحد لو مش متوفر الوان. كمان استخدمت قرن فلفل حامي علشان تبقى سبايسي، انا بحبها سبايسي. لو انتوا ما بتحبوهاش سبايسي تقدروا تستغنوا عنها. كمان هقطع طماطم مكعبات بالشكل ده. وبعد ما خلصنا تقطيع الخضار بنضف البلانشة بتاعتي كويس، وكمان بقطع لانشون مكعبات. انا هنا ضفت لانشون. اللانشون ده انا محضراه في البيت وعملت معاكم على القناة قبل كده، بقطعه مكعبات صغيرة. تقدري تضيفي النكهات بقى اللي انت عايزاها، تقدري تضيفي خضار بس ينفع. ودلوقتي معايا صينية، وهنا بقى هجهز للصينية اللي هشتغل فيها. هدهنها بمادة دهنية او هبطنها بورق زبدة. لو ورق الزبدة بتاعك مش كويس من الافضل ما تستخدميهوش، او ادهنيه بمادة دهنية زي ما انا عملت كده. بس لو عندك صينية ما بتلزقش بيكون افضل. ودلوقتي هحضر للخليط. معايا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، بضيف عليهم ربع كوب من زيت الذرة او زيت الزيتون. انا استخدمت زيت زيتون بما اننا هنعمل بيتزا فهستخدم زيت زيتون. معايا معلقة كمان كبيرة من الخل علشان زفرت البيض، وبخفقهم كويس. بضيف عليهم كوب ونص من الحليب وبخلطهم كويس. ودلوقتي هضيف المكونات الجافة. المكونات الجافة معايا كوب ونص من الدقيق، بضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح، وببدأ اخلط. انا هنا ما استخدمتش خميرة او بيكنج باودر، اي مادة رفعة نهائي. وعلشان اتأكد ان الدقيق اختفى معايا تماما وان مفيش اي كلاكيع او اي تكتلات، بخفق كده بالهاند بلندر. مش متوفر عندك تقدري تصفيه او تنزليه من مصفى علشان تتأكدي ان مفيش اي كلاكيع. وبيكون قوام الخليط نفس خليط الكريب، نفس خليط عجينة الكريب بالظبط. ودلوقتي هنزل بيه في الصينية اللي جهزناها مع بعض. بفرده في الصينية كويس وبوزعه. بضيف هنا فلفل الوان اصفر واحمر، وزي ما قلت لكم تقدروا تضيفوا النكهات اللي انتوا عايزينها. تقدروا تضيفوا زيتون، انا ما بحبش الزيتون فما ضفتهوش. كمان هضيف فلفل حامي، طماطم قطع، تقدروا تضيفوا النكهات او المتوفر عندك ضيفيه، كأننا بنعمل بيتزا بالظبط. هنزل باللانشون. ضروري جدا يكون كل الخضار او كل المكونات اللي هضيفها تكون متقطعة قطع صغيرة. وللوجه ضفت جبنة موزاريلا. تقدري كمان تستخدمي جبنة مشكلة او اي نوع جبنة، المهم يكون بتسيح.
واخر اضافة معايا اديت للوجه كده ورشة من الزعتر، بما اننا بنعمل بيتزا يبقى مفيش غنى عن الزعتر. انا بحب نكهة الزعتر في البيتزا. بدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 200، فرني شغال من تحت فقط. اول ما يلون معايا من تحت على طول بشغل من فوق تاخد اللون الذهبي. مدة الخبز دي انا ما اقدرش احكم لان كل فرن بيختلف عن التاني، وبسيبها تبرد او تهدى معايا شوية وعلى طول بقطعها وبقدمها. ودلوقتي هقول لكم على كل العيوب والمميزات اللي في الوصفة، وهقول لكم رأيي بكل صراحة. بعد تجربتي الصراحة الوصفة ما طلعتش زي ما كنت متوقعة. حبيت اشارككم رأيي الحقيقي عشان تعرفوا ايه اللي ممكن يتغير في الوصفة لو انتوا حابين تجربوها. اول حاجة في الوصفة ما نستخدمش ورق زبدة، لانه لو مش كويس هتلزق معاكي ومش هتعرفي تطلعيها نهائي. يعني انا عملت معايا كمان كده. تاني حاجة في الوصفة لا هي كريب ولا هي بيتزا. يعني انا لو عملت كريب هيبقى افضل، ولو عملت بيتزا لوحدها بالوصفات التقليدية هتبقى افضل من الوصفة دي. انا ما حبيتهاش خالص، كأني عاملة بيض اومليت او حاجة. ملهاش اي علاقة لا بالبيتزا ولا بالكريب. كمان مش مشبعة، يعني لو انتوا اسرة اكتر من 5 افراد هتحتاجي تعملي مقدارين من المقدار ده. ده كان رأيي في الوصفة، لو حابين تجربوها. واشوفكم في وصفات تانية، ودمتم على ألف خير. مع السلامة.